أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على قناتنا الرائجة والرائعة في قناة أحمد منير، القناة يعني الرائدة في صناعة المحتوى الجرافيكي في العالم العربي. حلقة النهاردة هتكون حلقة غير متوقعة، هنتكلم فيها عن تصميمات سوشيال ميديا لشهر رمضان المبارك، زي ما تعودنا السنة اللي فاتت واللي قبلها. نزلنا في كل سنة تصميم تقريبا، ولكن السنة دي إن شاء الله يكونوا مجموعة تصميمات. خليني أقول لك إن إحنا في السلسلة دي نعتمد فيها على يعني بعض الحاجات اللي موجودة بالفعل. يعني هنجيب يعني بوست موجود قبل كده ونعيد تصميم هذا البوست بطريقة تخلينا نعرف ازاي البوست ده اتعمل. حلو كده عشان تبقى فاهم الفكرة. يعني احنا مش بنسرق، احنا بنقولك ازاي التكوين ده او التصميم ده اتعمل. زي النهاردة التصميم اللي قدامنا ده، انا مش عارف ايه البراند ده بصراحة، بس هو براند صلصة. يعني احنا بقى هنعمل البراند ده بما يليق ويتفق مع شهر رمضان، ونجيب الايتمز بتاعتنا احنا عشان تعرف ازاي تعمل الحاجات دي. طبعا خلينا متفقين انه الاي اي تدخل بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت دي وقرب ينسينا الفوتوشوب، فعشان كده احنا قررنا نعتمد على الفوتوشوب وبعض الذكاء الاصطناعي، ولكن يعني الاعتماد الاكبر هيبقى على الفوتوشوب عشان نرجع للاولد سكول ونرجع ايام المجد مره تانية. طيب دي مجموعه الصور اللي احنا هنستخدمها او هنعتمد عليها النهارده علشان نطلع التصميم بتاعنا. البرودكت هيكون هو فول هارفست، وهيكون عباره عن تصميم دعائي لفول هارفست غير مدفوع الاجر، علشان خاطر الناس يعني احنا جدعان قوي وبنحب اللي يحبنا. اوكي تعالى كده ناخد الصورة دي كمثال. احنا هنعمل ايه؟ الصورة دي يعني لو كواليتي جدا زي ما انت شايف كده، ومش هنقدر نعتمد يعني عليها في التصميم. فكل اللي هنعمله ان احنا هنعمل الاتي: هنفتح موقع بيك ويش اللي انت شايفه قدامك ده علشان نعلي كواليتي الصوره شويه، ونسحب الصوره دراج اند دروب جوه البتاع. الصور دي بصراحه انا مش شاريها، انا جايبها من على بنترست. فلو يعني صاحب الصور شاف الصور وعلشان يعني ايه يقاضينا بحقوق الملكيه بتاعتها، فارجوك ما تعملش كده. احنا بس مجرد بنجرب وبنتست الاشياء الجديده في الفوتوشوب. اوكي، هناخد الصورة زي ما هي كده، وطبعا في تفاصيل منها باظت. فاللي احنا هنعمله هيبقى الآتي: هنقص الجزء اللي تحت ده. يلا بينا، والله وحشني ايام التصميم وايام الدمج الفظيعة اللي بقالنا كتير جدا مش بنعملها بسبب موضوع الاي اي اللي صدعنا ده. وخلاص انا زهقت من الاي اي، نفسي يختفي. علشان لا، هو ما نفسيش يختفي بصراحة، هو بيسهل علينا كتير قوي. فانا نفسي بس ان احنا ايه، نرجع نصمم زي ما كنا بنصمم زمان. هنعمل سيلكت اند ماسك، ونيجي عند الفيذر ده نعليه شويه، ونعلي السموز يعني شويه حلوين عشان خاطر الصوره تستوي. هنختار من الاوتبوت لاير ماسك وندوس اوكي. كده فصلنا الصوره دي عن الخلفيه وبقى ليها ماسك. هننزل ناخد منها دوبليكيت وننزلها تحت ونلغي الماسك بتاعها. هناخد بقى الجزء اللي ورا ده ونعمل بلور، بوكس بلور، ونخلي القيمه بتاعته على 6 مثلا، على 8 ممكن، او ممكن 10، علشان نرجع البتاع زي ما كان تاني. بص كده قبل وكده بعد. حلو جدا. عايزين نحول الصوره دي لنايت مود شويه. يعني طبعا احنا هنعمل فول هارفست، فول هارفست دايما بيبقى على السحور، فعايزين نخلي الكالر لوك اب يكون فوجي نايت مثلا، حاجه زي كده. او خلي الفوجي نايت نعمله على اللومينوسيتي عشان نغير بس تدريجات الالوان شويه. وبعدين نعمل كالر لوك اب تاني يا سيدي، ونجرب بقى النايت دريم مثلا، لحاجة أشبه بإن هي بس تغمق الصورة شوية. يعني ممكن نخليها على السوفت لايت، حلو على السوفت لايت. وممكن نجيب البرايتنس دي ونقلل البرايتنس شوية صغيرين من الناحية دي. نخلي البرايتنس اللي من هنا دي تبقى هي ايه، اللي ورا الصورة أغمق. يعني نجيب الماسك ونمسح من على الجزء اللي هنا ده. ممكن نحط بقى يعني ايه color balance، ونيجي في الهايلايتس نخلي الهايلايتس تبقى مزرقة شوية علشان يدينا اللوك بتاع الليل شوية. طبعا احنا ممكن كل ده في الاخر يتغير، خلي بالك انا دلوقتي بس مجرد بجرب يعني، بنتست علشان نشوف ممكن نوصل لأحسن شكل للتصميم ده ويكون عامل ازاي. اوكي طيب كده ثبتنا الباك جراوند، وخلينا ناخد الايتم التاني اللي معانا وهو ايتم الفول بقى نفسه. يعني ناخد الفول نفسه ونبدأ نشتغل عليه. طيب هنبدأ نشتغل عليه ازاي؟ هناخد الازازة دي كده، او خلينا ندخل على البيك ويش ونعلي الجودة بتاعتها شوية. ممكن ندخلها كده اهو، وناخد الصورة نعمل لها من هنا AI background remover. كل اللي هنعمله هنسحب الصورة كده زي ما انت شايف. هيعمل ايه؟ هيشيل لنا الباك جراوند بكل بساطة.
نكسب شوية وقت بدل ما نضيع وقت طويل. الصورة حجمها كبر ولا لأ؟ ده اللي هنكتشفه دلوقتي. اي نعم حجمها كبر، وبص نازلة يا صاحبي مظبوطة، انا حاسس ان هي مظبوطة، والله اعلم يعني. خلينا برضو يعني نشوف هنوصل لايه. والله ممكن الجزء اللي تحت ده يعني هنظبطه، بس خلينا الاول نرص الايتمز مع بعضها. اول حاجة هتبقى علبة الفول، وده هيبقى حجمها، ونحطها الناحية دي كده. وهناخد الايتم التاني وهو طبق الفول. ممكن نحط علبة الفول الناحية دي كده اهو، ونحط طبق الفول جنبها. يكون منين؟ تعال نشوف كده طبق الفول ده الاول هينفع حجمه ايه علشان نعرف بس ايه الكلام. والله حجمه مناسب، بس برضو خلينا ندخله على الفوتو روم عشان يقصلنا الصورة. تعال نجرب نحطها الاول. يس، حجمها يعني بس حجمها صغير قوي، فتعالى نفتح الاب سكيل من هنا علشان نكبر حجم الصورة بقى. وده فايدة الذكاء الاصطناعي في الاولد سكول. واحنا بنشتغل اولد سكول بقى بنشتغل فوتوشوب بس بنعتمد على بعض التولز البسيطة اللي ممكن نكبر بيها حجم الصورة، نقص الصورة بشكل سريع من غير ما نولد تصميم بالكامل بالذكاء الاصطناعي. عشان الموضوع ده محتاجين نخرج من العباءة دي شوية. تعال نرجع ل يعني التصميم الايتمز فيه اصغر من كده بشوية، فتعال نصغرها ونصغر ده كمان. واعتقد هيبقى طبق الفول واخد جنب سنة كده عشان اللوجو اسمه ايه ده يبان. لوجو هارفست يبان صح، علشان اصلا البراند اللي احنا بنعمله دعاية يعني. اوكي كده الايتم التاني. الايتم التالت هيكون عبارة عن حبيبات الطماطم الرقيقة، واللي برضو هنقصها بالذكاء الاصطناعي. فهندخل على موقع فوتوروم ونسحب صورة التوميتوز ونقصها. تم القص بنجاح. هناخد الصورة التالتة ونحطها بقى فين؟ ممكن نخليها ورا شوية كده، نحط جزء الناحية دي، وممكن نحط كمان طماطمتين الناحية التانية علشان بس الموضوع ما يبقاش ايه. حاسس ان انا محتاج احط طماطمتين الناحية دي. بص في الحتة اللي هي ايه، هوريها لك دلوقتي. في الحتة الفاضية دي كده او الجزء ده يبان ان في طماطم جايه من ورا كده، مش عارف ليه الصراحه، بس حابب ان انا اعمل اللقطه دي كده. رصينا الايتمز بنجاح. محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين ندخل القصه دي كلها في المود. طيب عشان ندخل القصه دي في المود هنعمل ايه؟ هنعمل اكتر من حاجه والله، زي ان احنا هنحط الكالر لوك ابس دي فوق الاتنين مش تحتهم. الازرق ده فصلني خالص، فخلينا نشيل الازرق ده وننزله تحت. اوكي كده بقى هندمج باكتر من طريقه. اول حاجه تعالى نحاكي الاضاءه، يعني نخلي الاضاءه اللي جايه من الناحيه دي متوجهه كمان او ساقطه على الايتمز بتاعتنا. فهنعمل نيو لاير على علبه الفول، ونكتب هنا هارفست كده عشان نبقى عارفين ان هي دي علبه الفول. ونجيب سوفت برش عادي ونخليها على اللون الاسود، نكبرها شويه ونخلي الفلو مثلا 4، ونخلي البلند مود يبقى على مالتي بلاي. ممكن نخلي اللون، نختار لون كده من العلبة نفسها ما يبقاش اسود قوي يعني. ونبدأ على الأحرف أو على الحروف اللي من الناحية دي نمشي بالراحة بالبرشاية. ليه؟ بص يعني كده أنا كأني عادلت شوية الإضاءة، خليت الإضاءة شوية شكلها حقيقي، إن الإضاءة جاية من الناحية دي. فالعلبة التانية الإضاءة جاية، بص منين الإضاءة جاية؟ من هنا. اوكي من الحتة دي جاية الإضاءة، والحتة دي بالتالي لازم تبقى مضلمة كده. فهمت؟ اوكي يعني بلاش نأفور قوي اكتر من كده عشان الموضوع ما يبقاش ما يبصش مننا. هنيجي الناحية التانية بنفس البرشاية عادي بس بلون فاتح بقى كده اهو، ونخلي البلند مود على سكرين، ونمشي برضو بالبرشاية بالراحة واحدة واحدة كده على العلبة، بس سنة صغيرة لان لسه هنعمل شوية حاجات تاني. اوكي تعال نشوف قبل وبعد كده. قبل بعد، الله عليك يا فنان. ممكن نحاكي شوية الإضاءة ولكن بالاكسبوجر، يعني نعمل adjustment layer جديدة ونخليها exposure ونعلي شوية كده illuminosity ونقللها سنة عشان كده عالية قوي مننا. نعكس الماسك ندوس كنترول اي ونقف بالبرشاية هنا نقف بالبرشاية كده ونمسح من هنا كده شوية. ليه عملت الحركة دي بصراحة مش عارف يعني، ما تسألنيش ليه، انا حاسس ان انا كنت عايز اعملها. هي لمسة بسيطة قوي ولكن في النهاية هتفرق معانا. ماشي يا سيدي. طيب نعمل ايه تاني في علبة الفول؟ علبة الفول ناقص لها الشادو، بس خلينا نحاكي الإضاءة على بقية الأيتمز الأول. فهنعمل نيو لاير هنا برضو ونعمل لها كليبنج ماسك ونحط اللاير على المالتي بلاي
نغمق الطبق من تحت شويه كده. ليه؟ هنا مفيش انعكاس اضاءه، يعني الحته دي مش المفروض ما يبقاش فيها اضاءه منعكسه كده على الطبق، فبالتالي منور هو من تحت، فهنطفي شويه الحته دي. بص احنا بنشتغل بالمنطق، ميك سنس قوي علشان نوصل للنتيجه المظبوطه اللي احنا عايزينها. احنا طفيناه شويه، ما عملناش اي حاجه، ماشي، مش هنعمل اي حاجه تاني في الطبق، هيبقى في شادو بس هنخليه بعدين. نيجي عند حبيبات الطماطم ونعمل لاير جديده، نيو لاير عليها، ونيجي بلون غامق كده خالص ونغمق يا سيدي الطماطم دي من تحت، وبرده اللاير تكون على المالتي بلاي. ليه هنغمقها من تحت؟ علشان لما نيجي نحط الشادو من تحت يعني يحاكي اضاءة الطماطم على الترابيزة. حلو جدا. انا مش بعمل يعني مش بافور، انا بس بدي لمسات كده بسيطة تخلي الطماطمايه تغمق من الناحية دي، انا مش عايزها تبقى فاتحة قوي كده. حلو، حلو جدا. على نفس الطماطم دي هنعمل نفس الكلام من هنا. هنعمل الشادو ازاي؟ هنعمل الشادو بطريقة سهلة خالص. هنجيب سوفت برش ونكعورها كده، نخليها تبقى على يعني كأنها شكل بيضاوي كده شوية، ونقف تحت علبة الفول، وطبعا اللاير تكون على مالتي بلاي، ونعلي بس الفلو شوية، ونرسم شادو كده بكل بساطة على لاير الأولى. يبقى الشادو يعني بسيط خالص، باين كأنه كونتاكت شادو، يعني فاهم ازاي؟ كأنه كونتاكت شادو. نعمل لاير جديدة على مالتي بلاي برضو، ونكبر البرشاية دي شوية، ونبعد وندي سنة كده بالبرشاية، نخلي الفلو مثلا 20. اوكي، ونغمق هنا. حلو، حلو خالص. طبعا مش عايزين نأفور عشان بتاع ما تبصش مننا، يعني احنا لسه بس بنقول يا هادي. بص والله باينت شويه. على نفس الطريقه هنحط الشادو تحت الطبق، نيو لاير تحت الطبق على طول، ونخلي الاوباسيتي 100%، واللاير مالتي بلاي، ونيجي تحت الطبق ونضرب كده بالشادو. حلو. وهنيجي على لاير جديده نحطها على المالتي بلاي، ونضرب سنه ابعد. ليه سنه ابعد من ناحيه اليمين؟ عشان المفترض انه الاضاءه زي ما قلت لك الاضاءه جايه من الناحيه دي، فالشادو هيترمي، الاضاءه جايه كده فالشادو هيترمي كده. حلو، حلو قوي. لحد دلوقتي احنا تمام ماشيين زي الفل، وهوريك يعني قبل وبعد بعد ما نخلص، عشان الخطوات برضو يعني مش باينه لك قوي، بس لما نعملها هتشوف الفرق كان عامل ازاي. تعال على الطماطم، نحط لاير جديدة خالص على الطماطم. نيجي بقى يا معلم على الطماطم ونعمل نفس الشيء علشان يبان الكونتاكت شادو بتاعها، اللي هو الكونتاكت شادو ده اللي هو ايه؟ نقطة الالتقاء ما بين الطماطماية وما بين الارض، بيبقى فيه شادو خفيف كده، ده اللي احنا بنعمله دلوقتي. بعد كده نوسع او نكبر الدايرة شوية، ونقف كده على كل طماطماية ونضرب بزاوية كده سنة عشان يترملنا الشادو في الحتة اللي احنا ايه عايزينها. نفس الكلام في الطماطم الناحية التانية. انت حفظت دلوقتي هنعمل ايه خلاص، فانا مش هشرح انا يعني ايه، يعني هقول لك انا يعني ايه اللي خلاني اعمل الدرس ده اصلا. انه انا بصراحة حسيت انه احنا يعني قضينا من دروس الذكاء الاصطناعي. انا بصراحه شفت دروس بتتكلم كتير قوي عن الذكاء الاصطناعي الفتره اللي فاتت، فحاسس ان انا اشتقت قوي للفوتوشوب، اشتقت لان انا ابقى بشتغل على الفوتوشوب من غير ما حد يقول لي تعالى كده يلا تعالى اوريك ازاي تعمل التصميم ده بكل سهوله، تعالى اقول لك ازاي تعمل ده بتكه زرار. الموضوع ده خنقني قوي بصراحه، فحسيت ان انا محتاج امارس هوايتي المفضله الا وهي التصميم بطريقه قديمه تخليني استعيد يعني اتقاني للادوات مره اخرى. كده احنا خلصنا الشكل الاساسي. تعال نشوف فكرة التلوين ممكن تبقى عاملة ازاي. هل التلوين ده حلو يعني ولا مش حلو؟ انا حاسس ان هو كويس بس محتاج يقل او يخف شوية علشان احنا افورنا فيه جامد الصراحة. تعال نطلع ده فوق كده نشوف ايه اللي هيحصل. جامد، تصدق والله حلو قوي. ده حلو بس محتاج زي ما قلت لك يقل شوية. فكده بص، قبل التلوين بعد التلوين. تعال بقى نعمل لمسة كده يا معلم، لمسة جامدة قوي. اللي هي ايه؟ هتعمل نيو لاير وتكتب عليها لايت، وتختار السوفت برش، وتخلي الاوباسيتي على 100 والفلو على 4%، وتختار لون فاتح من العلبة دي كده، ما يبقاش ابيض، بص كريمي كده شوية، وتحط اللاير دي على اللينير دادج. وتيجي هنا في الحتت اللي فيها لمعات عند علبة الفول مثلا، وتروح ماشي كده سنة صغيرة خالص ببرشاية صغيرة بالماوس كده بشكل خفيف هنا. اما اوريك اللوك في الاخر هتعرف ان هو لوك يعني ساحر، لوك ساحر مش ساحري. وتروح دايس هنا وهنا كده، ممكن تروح ماشي ايه من فوق لتحت ماشيه واحده كده اهو، برضو متقفرش في اللمسه دي عشان متخليش التصميم يبوظ منك. هتيجي على الجزء بتاع طبق الفول اللي فيه لمعه ده، وتروح يعني ماشي كده بسنه بسيطه خالص
وتروح ماشي هنا برضو كده سنة بسيطة. ممكن تيجي على الطماطم من هنا برضو وتروح مديها ايه سنة لمعة كده. والطماطمايه دي انا حاسس ان هي محتاجة اضاءة من الناحية دي، يعني محتاجة ان هي تيجي بسوفت برش برضو كده بلون كريمي، وتروح ماشي عليها سنة كده من هنا، والمود يبقى سكرين علشان تفتح شوية صغيرين. نايس، ممتاز جدا جدا. بص الاضاءة بقى يعني اللي انت ممكن تكون مش عارف ان هي شكلها حلو، بص لمسة صغيرة قوي بس باينة. طب تعالى نعمل ايه تاني؟ تعالى ندي لمسة رمضانية لشكل التصميم. لمسة رمضانية ازاي؟ ناخد صورة المفرش ده اللي احنا هنوريهولك دلوقتي ده، ونقص المفرش وننزله مقصوص جاهز، ونحط المفرش ده كده هنا. ممكن نكبره شوية، طبعا هيفقد جزء من الكواليتي بتاعته، ولكن مش مشكلة عادي. ونحطه تحت كل شيء علشان يبان ان هو مفروش تحت الحاجات دي. تمام، تحت طبق الفول على الاقل، يعني نكبره شويه كمان. ونمسك المفرش ده معلم، نحاكي الاضاءه عليه. نحاكي الاضاءه ازاي؟ الاضاءه هنا غامقه خالص، فهنعمل لاير بلون غامق ونحطها على المالتي بلاي، ونلون من هنا شويه على المفرش. طبعا اللاير كليبنج ماسك على المفرش. ليه بنلون من هنا بشكل غامق؟ عشان المفرش المفروض ان هو نازل لتحت، فالمفروض يبقى من فوق منور ومن تحت مضلم شويه عشان مفيش اضاءه عليه من تحت. تعالى نعمل انكسار الاضاءة اللي من هنا ده، فنغمق الحتة دي عشان يبقى باين كثرة الاضاءة. بص كده. وممكن نروح جايين من هنا على بلاير تانية كده مالتي بلاي، ونروح مغمقين الحتة دي برضو شوية علشان الحتة دي تحت الايتمز، فمفروض متبقاش باينة. حلو والله، شكله مش بطال. ممكن نرميله شادو برضو علشان هو يعني المفروض ان هو على حتة نازل كده، فالمفروض يبقى له شادو من هنا، فهنحط اللاير دي برضو على مالتي بلاي ونخلي فيه شادو صغير خالص كده من هنا. التفاصيل دي انت ممكن تقول يعني ايه لازمة التفاصيل دي، محدش هياخد باله منها. لا يا صاحبي، التفاصيل دي كل ما زودتها كل ما ادت الموضوع واقعية. يعني بص الشادو، هو انت ممكن ما تاخدش بالك لو انا سبته كده، بس بعد ما عملته لا، فرق جامد وخلى الموضوع شكله جميل. في لمسة تانية صغيرة محتاجين نعملها، الا وهي ان احنا نغمق التصميم من الحتة دي شوية عشان بس يبان الموضوع كأنه يعني حلو شوية، ميبقاش مستفز كده والإضاءة جاية من كل حتة. آخر حاجة هنعمل لايت، ونيجي ببرشاية كده مثلا، أو ممكن نفتح فري باك ونكتب مثلا لايت ريز، وناخد ايتم زي كده، زي ده مثلا في فوج كده وحاجات زي دي وعلى خلفية سوداء. ليه؟ علشان نسحب الايتم ده كده ونحطه الناحية دي مع اتجاه الاضاءة بالظبط، ونحطه على السكرين مود. وبعد كده يعني انا بص شايف الحواف الكسره بتاعه الاضاءه دي، الحواف دي عايزين نعمل فيها ايه؟ تعال نتاكد ان البتاع بيسجل، بس احسن ايه يبقى كلنا ما بيسجلش واقوم اموت نفسي انا في الاخر. بيسجل الحمد لله. الكسره دي هنعالجها ازاي؟ هندوس كنترول ال عشان نفتح الليفلز واحنا واقفين على اللاير دي، ونيجي الناحيه بتاعه الشمال دي نروح مزودينها كده. بس كل ما بزود بيحصل ايه كده؟ انا بزود البلاكس في الصوره فبيخلي الوايتس موجوده بس. هي حلوه ولكن طبعا اوفر قوي، فهنديها سنه صغيره بوكس بلور كده عشان بس تختفي شويه، ونقلل الاوباسيتي بتاعتها نخليها مثلا 30 او 40. بص اللمسه لمسه بسيطه ولكن بصراحه خلت التصميم شكله حلو. تعال نشوف قبل الاضاءه خالص بقى وبعد الاضاءه. يعني نحط دي كده ونكتب عليها اف اكس عشان افكتات. يعني بص قبل بعد، يعني قبل بعد. ممتاز جدا والله، ممتاز، انا شايفه ممتاز. تعال نكتب الكوبي بقى. نكتب الكوبي ازاي؟ نكتب الكوبي بقى من دماغنا المره دي، مش هنعتمد على الذكاء الاصطناعي. نكتب بس برضو انا حاسس ان التصميم بتاعنا مازال محتاج شويه لمسات تخليه شكله محمر شويه. هنعمل نيو لاير ليفلز، وفي الليفلز دي او بلاش ليفلز، خلينا نعملها في الكيرفز. نجيب كيرفز ونختار من الار جي بي دي نخليها ريد، نقف تحت هنا كده ونشد سنه لفوق، سنه صغيره لفوق، ونيجي في البلو نخليه ننزل لتحت سنه كده. حلو حلو. تعال نجرب من اللوك ابس اللي عندنا شويه حاجات، يمكن نطلع بحاجه شكلها حلو. نجرب البلند مود بتاعه لو اتغير ممكن يودينا لحد فين. خلي بالك انا كل ده بجرب، يعني انا مفيش حاجه محدده في بالي قوي غير ان انا يعني بنحاول نجرب حاجه ممكن تطلع شكلها حلو. مخضر قوي، حاسس ان هو خلاه اخضر سنه. فتعالى نقلل الاوباسيتي بتاعه ونشوف قبل وبعد. ممكن نيجي هنا ونروح جايين في الريد ونرفع شويه
في الهايلايتس نرفع الاحمرات سنة، وفي البلوز نقلل شوية الهايلايتس فنوصل للوك ده. بص قبل بعد، جامد الصراحة. الكوبي بقى عشان يبان هنعمل لير جديدة بشكل سهل خالص، ونيجي نحط في الحتة دي كده بس ايه برشاية لونها غامق عشان نعرف نكتب الكوبي بطريقة واضحة، ما يبقاش ملغوش علينا كده الموضوع. طب كده يعني انا شايف والله الكوبي شكله حلو ومش وحش. ممكن نروح جايبين اللوجو حاطينه في الحتة دي، ولا مش بروفيشنال؟ حاسس ان هو مش بروفيشنال، هنا بروفيشنال اكتر وهنا شكله احلى بكتير، فممكن نخليه الناحيه دي. ممكن نحط هنا ايه مش عارف، حاسس ان الحته دي محتاجه حاجه، ونحط اللون الاحمر عشان طبعا تبقى باينه. حلو خالص، حلو جدا جدا كمان. حاسس انه كده شكله حلو، علشان خاطر نعمل ابلاي ايمج ونحاول نلعب في المودز اللي جوه التصميم من هنا. نحط عليه يعني ايه بريست من الفوتوشوب نفسه مديهالنا، يعني نشوف ممكن نطلع بايه. بص بقى لما بتلعب في البريسيتس دي بيديك انماط مختلفة من الاضاءة بتخلي الموضوع ممكن يبقى شكله احسن. يعني ممكن نحط دي مثلا خلت لنا المناطق الغامقة شكلها ايه في كونتراست اعلى، يعني علت الكونتراست شوية في التصميم. ممكن نحط سمارت اوبجكت مرة تانية او ابلاي ايمج مرة تانية ونجرب حاجة مثلا من الفود، نشوف الفود ده هيطلع لنا ايه. الله جميل، ده اصلا ده بريسيتس للفود يعني مخصوصة، والله جميلة جدا. بص حلو الكلام هنا، يعني هنا الكلام بدأ يحلو. بص خلت الموضوع شكله شارب قوي يعني. بص دي، ونحط واحدة تانية ننزل عند الفود برضو ونختار واحدة تانية تدي بقى ايه، تدي فيد للمناطق الغامقة. طبق كده لما نشوف شكله هيبقى ايه. بص بقى قبل وبعد، قبل قبل بعد بقى شارب اكتر. تعال نحط الكوبي. الله عليك الله عليك الله عليك الله، تصميم ولا اروع، مفيش ولا اروع من كده. كده احنا خلصنا الحلقه الاولى في تصميمات رمضان. اتمنى التصميم يكون عجبك، واتمنى الحلقه تكون عجبتك ويكون فيها شويه معلومات استفدت بيها. ان شاء الله اشوفك في الحلقه اللي جايه وفي تصميم جديد يعني وسلسله رائعه ان شاء الله تستفيد منها في رمضان. ما تنساش تعمل سبسكرايب للشانل، لايك للفيديو، فولو لكل حساباتنا، وتبعت الفيديو لاي حد من اصدقائك تشوف ان هو ممكن يستفيد زي ما انت استفدت النهارده. شير علشان المعلومات تنتشر في وسط الناس. اشوفك في الحلقه اللي جايه يا صديقي العزيز. سلام.